السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. إن شاء الله هنعمل الفراخ التكة الجميلة مع بعض اللي انتوا شايفينها مستوية وحلوة ورائعة دي أهي. يلا بقى اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك، أحلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم إن شاء الله ويوصلكوا كل جديد. بصوا الفراخ مستوية وجميلة وعاملين معاها رز مبهر اهي، ونقدم بقى معاها بطاطس او خضار سوتيه على حسب ما انتوا بتحبوا. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نعمل الفراخ انا طبعا جايباها ومقطعاها اربع، وبعدين بغسلها كويس جدا وبحطها في محلول النقع، ميه وملح وسكر، واشطفها كده بميه بليمون، وبعد كده بعمل فيها فتحات. هنعمل بقى التتبيله. معايا توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، فلفل، ملح، بابريكا، كركم وكاري وبهارات فراخ. هنحط مية البصل على التوابل الناشفة دي، وهحط معلقة صلصة كبيرة، وهحط ليمونة كبيرة وعلبة زبادي اهو. تمام كده. هنقلب كل التتبيلة الجميلة دي مع بعض، ريحتها حلوة قوي. هنحط شوية زيت، انا نسيت الزيت بس حطيته في الاخر. هنحط معاها زيت، لو حابين تستبدلوا التوم بتوم فريش براحتكم. انا عامله فتحات في الفراخ اهي، والصدور فتحاها شقاها من النص، يعني الصدر يبقى سليم زي ما احنا شايفينه كده مع بعض. اروح جايه شقاه من النص بالسكينه، لان بحطه مفروض كده تحت الشوايه. تمام. هنقلب بقى كل التتبيله الجميله دي مع بعض اهي. عايزين تحطوا شويه زعتر براحتكم، التوابل على حسب ما انتوا حابين. هندخل كل التتبيله بقى في الفواصل اللي احنا عاملينها دي. دي شويه سمنه بلدي او زيت وزبده على حسب ما انتوا عايزين. هحط فيها بصلايه، هندبل بس البصلايه كده تتبيل بس، مش هنحمرها ولا حاجه. وبعدين هروح نازله عليها بالتوابل اللي هي الناعمه، الكركم والكاري والقرفه والفلفل اهو. هقلب كده، احمص التوابل مع البصلايه. احط لهم طماطمايه مبشوره، واحط لهم برضو جزرايه مبشوره. الجزر والطماطم والحاجات دي بتدي تسكيره حلوه قوي للرز. هنقلب بقى كده مع بعض، وبعدين نشوح فيهم الرز. سامحوني اللقطه دي اتقطعت مني. هحط بس التوابل الناشفه، اللومي او الليمون الناشف والقرنفل اهو، وورق لورا وحبهان. المفروض ان انا اقلب بقى الرز، اللقطه اتقطعت مني معلش سامحوني. بنقلب الرز وبعدين بننزل عليه بالميه او بالشوربه. انا عامله 3 كوبايات عليهم 6 كوبايات شوربه مغليه. وبعدين بعد كده اما يبقى نص تشريبه بطفي عليه واقول لكم انا هعمل فيه ايه. ديت بقى شبكه بحط عليها الفراخ. لو مفيش الشبكه الصغيره دي ممكن تحطوا على شبكه الفرن بتاعنا العادي، وبعدين نغسلها وننضفها. هرص بقى كل الفراخ كده، والصدر مفتوح زي ما احنا قلنا مع بعض كده، نفتحه من الجنب عشان حطاه مفتوح. الرز بقى نص تشريبه اهو زي ما احنا شايفين. انزله كده في الصينيه وايه، واحط عليه الملح. انا نسيت الملح، هحط الملح هقلبه عليه اهو. يعني ياخد يا دوب يشرب الشوربه نص تشريبه كده، يعني زي ما احنا شايفين الميه كده مش كتير اهو، عشان هيكمل سواه مع الفراخ وهي بتستوي. وهحط عليه ورق زبده وورق فويل واقفل عليه كويس، عشان هو هيستوي على البخار بقى وشويه الميه اللي موجودين فيه او شويه الشوربه اللي موجودين فيه. طبعا وانا ببدا الرز ببقى قايده الفرن بتاع البوتاجاز على نار حاميه من تحت، والشوايه من فوق اوطيها، ما بتبقاش نار عاليه، لان عشان الفراخ تستوي معايا كويس ما يبقاش فيها دم او اي حاجه. بعد ما حطيت ورق الزبده والفويل هخرم كده بالسكينه او بشوكه، عشان اي حاجه بقى من الفراخ هتنزل معانا هنا في الرز، وهتدوق اطعم واحلى رز ان شاء الله. ركبت الشبكه هي على الصينيه بتاعت الفراخ، وهدهن بقى الفراخ بالتتبيله بتاعتنا الجميله دي. تتبيله ريحتها حلوه قوي اهي. وهندخلها بقى الفرن مكشوفه طبعا كده، والشوايه زي ما قلت لكم على نار هاديه مش عاليه اهي. احمرت اهي واستوت، مش احمرت بس استوت كمان معايا. بروح قلباها على الناحية التانية، واديها برضو بالفرشة شوية تتبيلة كده، وادخلها الفرن تاني اهي. قلبناها اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
بالفرشة بقى كده، وهدهنها بالتتبيلة بتاعتنا الجميلة دي، وهدخلها الفرن تاني عشان تتحمر بقى وتستوي معانا. هي استوت من ناحية دي اللي فيها الجلد، انا بحط على الناحية اللي الجلد بتبقى فوق. قلبتها بقى كده، الجلد بقى تحت، ده مستوي خلاص. هتستوي بقى اهي الناحية التانية، استوت معانا اهي. كل ما تعوز تتبيلة كده اروح جاية حطلها وادخلها الفرن تاني لحد ما نشفت خالص اهي واستوت جميلة اهي. اي حاجة بقى بتنزل منها بتنزل فين؟ على الرز الجميل بتاعنا. هغطيها برضو عشان اضمن ان هي كده تمام، واسيبها شوية في الفرن. طبعا انا وطيت بقى على الرز، يعني اما خد غلوتين كده في الصينية، وطيت عليه الفرن من تحت، وبرضو الشواية واطية من فوق، عشان ايه؟ النار تسوي الرز على الهادي كده ما يشطش معانا. بصوا بقى الفراخ، كل الحاجات الجميلة دي نزلت جوه، وانا هنزل الباقي ده مش هسيبه، وهقلبه على الرز بتاعنا الحلو الجميل ده. ريحة بقى وطعم، واحلى رز ان شاء الله تاكلوه. اهو هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. هنقلب بقى كده الرز. بصوا الرز جميل ازاي، ولونه حلو قوي وريحته جميلة، والفراخ استوت كلها اهي معايا. نقدمه بقى بالهنا والشفا زي ما قلت لكم، يا اما مع بطاطس كده بالكركم والكاري وبصلايه كده نبشرها ناعم، يا اما مع خضار سوتيه على حسب ما انتوا عايزين. بألف هنا وشفا. يا رب الطريقه بتاعتي تكون بسيطه وسهله وتعجبكم باذن الله. ان شاء الله تجربوها. بصوا الفراخ، انا عايزه اوريكم العظمه هتطلع عامله ازاي، سالكه خالص اهي، مفيهاش اي حاجه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.